هو أخيرا جيتي؟ أنا كنت مستنياكي. تعالي بسرعة، انت اتأخرتي ليه؟ أنا آسفة أوي، بس أنا اتأخرت لأني قابلتها للمرة التانية. اهدي بس، اهدي واسكتي. ها أخويا هنا، ممكن يشوفنا بأي لحظة. تعالي تعالي، خلينا نبعد عن هنا بسرعة. وبعدها قوليلي عن كل حاجة انت شفتيها. بعدها خدت صاحبتها ومشيوا هما الاتنين، وعلى وشهم ملامح خوف وقلق. نروح عند سيف. مش كفاية لعب لحد دلوقتي؟ خلينا نروح، هشتركوا في الطريق شوكولاتة وحاجات حلوة، وكمان هشتريلكوا بلالين. هيا يلا بينا على البيت. أظن إنك أنت يا أبي اللي هتقول لنا نقعد. أبص مين اللي جت وراك؟ وأول ما بص سيف لقاه الشهد حبيبته. ايه ده شهد، انت هنا؟ هو انت هنا من امتى؟ قصدي نورتي، قصدي ما كانش عارف يجمع الكلام. لسه جاية حالا. ايه ده نور؟ ايه ازيك يا نور؟ الله الله الله، هو الكابتن نادر هنا كمان؟ تعالوا سلموا عليا يا ولاد. يا طنط شهد، ازيك عاملة ايه؟ وحشتينا قوي. شفت اللعبة اللي جابها لي أبيه؟ ده أبيه بيعرف ينشن كويس قوي، جابها لي من أول مرة. نادر بص لسيف وغمز له وقال له دي فرصتك يا برنس، يلا اتقدم للبت قبل ما يخطفها منك حد تاني. تعالي يا نور، تعالي هنقعد هناك شوية. احنا هنبعد عنكم شوية بس هنبقى على مرأى عينيكم، ما تخافش مش هنتوه. استنى يا نادر، هتاخدني على فين؟ استنى، أنا عاوزة أشوفه لما يعترف لها، ما تخليناش نبعد كتير. ايه ده يا سيف؟ هم اخواتك رايحين فين؟ اخواتي؟ لا لا لا، دول بيحبوا يقعدوا لوحدهم بعيد عننا شوية، بس هم قدام عينينا مش هغفل عليهم. تعالي تعالي هنا، خلينا نقعد هناك. هو انت جيتي لوحدك ولا جا معاك حد؟ والله ما كنت اعرف انك بتحبي تيجي الملاهي. انت تقصد ايه يا سيف؟ مش انت اللي بعتلي رسالة وقلتلي تعالي على الملاهي هتلاقيني هناك انا وخواتي؟ سيف اتصدم ومعرفش هيرد ازاي، لانه فعلا ما بعتلهاش اي رسالة ولا حاجة. رد وقال لها ايه؟ مش فاكر بصراحة، هو انا بعتلك الرسالة دي امتى؟ الحقي، ده اخوكي الغبي مش بيعرف يعمل اي حاجة. هي استنيني هنا، هحاول انك تلهيهم باي حاجة، وانا هرجع على طول. تمام، بسرعة. يا أبيه، يا أبيه، هو ممكن تجيب لي أشرب؟ أنا عطشانة قوي، وكمان نادر راح يجيب حاجة ومش هيتأخر، أهو جاي أهو. انا اسف يا شهد، اصل الايام دي متلخبط قوي. ممكن لو سمحتي ما تمشيش وتاخدي بالك من اختي لبين ما ارجع؟ هجيب لها تشرب واشوف اخوها التاني راح فين. طنط شهد، طنط شهد، أنا هقولك على حاجة بس اوعي تقول لسيف إن أنا قلتلك، تمام؟ هو ما راحش يجيب لي هشرب، لأ، هو راح يجيب لك هدية. شهد فرحت جدا واتكلمت وقالت لها ايه؟ هي انت قلتي ايه يا حبيبتي؟ هو راح يجيب لي هدية؟ لا لا لا، اكيد انت فاهمة غلط، هو راح يجيب لك تشربي بس، وقال لي ان انا اخد بالك منه. انا مش عارفة، الايام دي صايرة تصرفاته غريبة قوي. لأ، أنا عارفة إنه راح يجيب لك هدية، والهدية دي هتعجبك، صح؟ بصي، هو مش بعتلك رسالة وقالك تيجي المكان هنا وهتلاقينا معاه؟ هو كل ده مخطط لمفاجأة، بس أنا مش هقولك هيجيبلك ايه عشان مبقاش واحدة فتان. تصدقي يا نور، انت واحدة كيوت قوي. هو انت كده مش بتفتني يعني؟ ده انت قلتيلي على كل الخطة، ناقصني بس الهدية. سيف بغضب: نادر، انت رحت فين؟ وايه البوكس اللي معاك ده؟ هو انت سرقته؟ انت اصلا ما معكش فلوس. هيتكلم. بصوا مين اللي بيتكلم، بدل ما تشكرني يا عم قاعد بتزعق فيا. خد الهدية دي واديها لحبيبتك عشان تنقذ نفسك من الورطة اللي انت اتحطيت فيها. انا سمعت كل حاجة وقلت اعمل فيك معروف واكسب فيك ثواب وانقذ لك علاقتك اللي على وشك الدمار. خدها يا حبيبي. هو الفلوس ايوه كانت معايا، هي اللي اديتها لي. نعم، هي اللي اديت لك الفلوس. خلاص، شكل كده عرفت مين اللي بعت لها الرسالة. بقول لك ايه، هي العلبة دي فيها ايه؟ فيها حاجة حلوة، ما تخافش هتعجبها، بس اياك تفتح العلبة لحد ما تديها لها، لان الغطاء ده بينفتح مرة واحدة، ولو فتحته هتبوظه.
عارف لو الحاجة اللي انت جايبها دي ما عجبتهاش او طلعت حاجة معفنة فما تلومش الا نفسك. هعلقك انت وآية دي، هعلقكوا انتوا الاتنين ومفيش حد هينقذكم من ايدي، فاهمين؟ ما تخافش يا ابني، ده انا خاف على نفسي اكتر مما انت تخاف عليا. اتفضل دي وابصق فيا، انت هتدعيلي والله. الحاجة دي هتعجبها، اصلا هي بتعجب كل البنات. سيف قعد بتوتر جنب الشهد وهو حاطط العلبة فوق رجله وبيبص للأرض بكسوف وكأنه بنت بالظبط. هي اتكلمت وقالت: في ايه؟ هي العلبة دي فيها ايه؟ العلبة دي فيها هدية، أتمنى إنها تعجبك. أنا بعتلك رسالة عشان أديك الهدية دي. مسكت العلبة وقعدت تفتح فيها، وأول ما فتحتها انبهرت من اللي جواها. أما سيف اتصدم خالص. هي اتكلمت بكسوف وقالت: الله، الخاتم ده جميل قوي، هو الخاتم ده ليا؟ سيف بتوتر، هو مش عارف يقول ايه. أنا 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 يا شهد، ايه يا شهد أنا. طب والله وما اتكلمت يا سيف، لكن أنا اللي متكلم. يلا بسرعة اعترف لها. وربنا لو نطقت بكلمة واحدة لكن معلقك يا نادر. انت فاهم؟ مش كفاية اللي عملته بقى بتجيب لها خاتم؟ لا وخاتم لعبة كمان. هو انت ايه، عاوز تحرجني وخلاص؟ بقول لك ايه، اعمل اللي تعمله انا ما يهمنيش. يا طنط شهد، هي اللي متنيل على عينه ده بيحبك وعاوز يتقدم لك ويخطبك، بس للأسف ما عندهوش الجرأة انه يعترف لك. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك يا نادر. كان يوم اسود يوم ما قلت ان انا ارحمك من قعدة البيت واخرجك. اه، ما تصدقيهوش قصدي انا اسف يا شهد. ايوه، اللي قاله المتعوس ده صحيح، بس انا بصراحة كنت عاوز اعترف لك بطريقة احسن شوية. فاجئته بردها وقالت: وانا كمان بحبك يا سيف، هو من زمان كمان. معلش، الولاد برضو كانوا عاوزين يساعدوك، وبصراحة الاعتراف ده جه في ميعاده، لأنه أصلا كان متقدم لي عريس وأنا كنت فاكراك مش بتحبني وبتعتبرني زي أختك، وإنه أنا بس اللي بحبك من طرف واحد. بس الواضح إن أنا كنت غلطانة، وطلع إن الحب متبادل ما بيننا. أنا فرحانة أوي النهاردة. طب اهو شفت، كنت هتضيع البت من ايدك يا راجل. عد الجمايل عدها واوعى تنساه. على كده انا هبوس دماغك يا راجل. بعدها لف الشهد وقال لها: شهد، انا مش بحبك، انا بعشقك من لما كنا في الثانوية. انا بحبك من وقتها ومستنى الفرصة اللي تسمح لي عشان اعترفك بحبي ده، بس ما كنتش اقدر. وبما ان اخويا ده ساعدني وقدرت اخيرا اعترف لك، انا بقولك اهو جهزي نفسك، بكرة بالليل هجيب اهلي واجي اخطبك. خديلي ميعاد من مامتك. ونقف لحد هنا ونقول خلصت حلقتنا، بس لسه ما خلصتش حكايتنا. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك للفيديو، ونشوفكم في الحلقة اللي جاية ان شاء الله. نختم حلقتنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.